فاول ما اكتشفني كابتن حسام حسن. هو اللي اكتشفك. فانا بحب كابتن حسام حسن، عاوز ربنا يكرمه وينجح. يعني انت الجيل بتاع 2008 2010 اقوى من الجيل الحالي؟ طبعا بكتير، بالعكس الجيل ده ما وصلش كاس عالم والجيل ده وصل كاس عالم. طب تقول لي ايه لمحمد عبد المنعم؟ اقول له لا انت اخطات في قرارك. شايف تجربه الكابتن حسام حسن مع المنتخب ازاي؟ كابتن حسام حسن ان شاء الله هينجح مع المنتخب. انا هينجح. بحب الكابتن حسام حسن من اول ما اكتشفني. اول ما اكتشفك هو اللي اكتشفك؟ كان عندي ماتش مع نجوم المستقبل، فكنت بلعب الزمالك في الكاس. حلو. فانا اللي عملت الجول. بس كنت انا كابتن الفرقه، فانا كنت رايح مع الاتحاد. فرحت وقعدت، بس حصل خلاف بين النادي الاداره نجوم المستقبل استاذ محمد الطويله ورئيس النادي بتاع الاتحاد بيعمل عقود غريبه. ما حصلش نصيب وبتاع. فرحت راح بتروجيت. فاول ما اكتشفني كابتن حسام حسن. هو اللي اكتشفك. فانا بحب كابتن حسام حسن، عاوز ربنا يكرمه وينجح. مش انا عاوز اقول له من خلالك اللي هو ما يسمعش لحد، يركز في شغله بس. يعني ما يسمعش لحد؟ ما يسمعش لاي حد. اللي هو جو تعاقده مع مدرب فني مش عارف بتاع منتخب الناشئين الشباب ده. اللي لا هو مدرب كويس كل حاجه، ما يمسكش منتخب مصر. ما يمسكش منتخب طبعا. وايه تاني؟ هو اي حد جاي يمسك منتخب مصر يمشي. منتخب مصر قيمه كبيره واسم كبير، راجل محقق افريقيا او ابطال كتير، بطولات كتير. بس المنتخب بقالنا كتير قوي ما خدناش افريقيا من 2010. مش ما خدناها 3 سنين ورا بعض. ماشي. مفيش نادي في افريقيا كلها عملها. يعني انت شايف ان الكابتن حسام حسن يقدر ياخد افريقيا؟ يقدر. طب شايف ايه اللي اتعمل للكابتن حسام حسن يتوفر له عشان يحصل كده؟ كابتن حسام الفتره اللي هو فيها دي معاش اللعيبه اللي زي 2006 و2008 2010. مش معاه اللعيبه؟ طبعا. يعني انت الجيل بتاع 2008 2010 اقوى من الجيل الحالي؟ طبعا بكتير، بالعكس الجيل ده ما وصلش كاس عالم والجيل ده وصل كاس عالم. طب ماشي، انا رايح اسالك. فانا بقول لك فالجيل كابتن حسام معانا بتاع اللعيبه مش هم اللعيبه بتاع 2006 2008 2010. كانوا منتخب، كانوا ثلاث فرق مش فرقه واحده. دلوقتي شيل محمد صلاح من المنتخب، المنتخب مش هيروح للجول. مش هيروح للجول طبعا. تقيم كابتن حسام حسن في الماتشات اللي فاتت تديله كام من 10؟ 6. 6 من 10؟ مع انك انت بتحبه وعايزه ينجح. اقول الصراحه. طب 6 من 10 ليه؟ 6. ليه؟ 6 في ماتشات كسبها كانت صعبه. حلو. كان لسه الاجواء وكان لسه اللعيبه وكان في لعيبه رفضت تيجي المنتخب ولاعيبه لسه ما اتجمعش وراجل ما لحقش اصلا. الراجل اتمرن قبلها باسبوعين ولا ب 10 ايام، مفيش وقت. مفيش استجابه بين اللعيبه، ما خدوش على بعض ومفيش اتوش على بعض، فهو الدنيا بالنسبه له هو 6 كويس. تمام. طب شايف ان محمد عبد المنعم يعتذر عن الحضور لمنتخب مصر، شايفها ازاي؟ هو شايف من وجهه نظره اللي هو عايز يركز مع فرقته، بس انا مش معاه. مش معاه؟ طبعا ده بلدي. محمد صلاح بيلعب في ليفربول والتاريخ والاسطوره، فراجل جه. طبعا دي ما تقيمش باي حد، بس الراجل جه. دي في حته ثانيه فعلا. طب تقول لي ايه لمحمد عبد المنعم؟ اقول له لا انت اخطات في قرارك. اخطات لو هو صاحب القرار واخطا في قراره. اخطا في قراره فعلا. اخطا طبعا. المنتخب مالوش لا، ده بلدك، بس بلدك. فما اقولش لا.